ثواني بقى، ثواني. انا عارفه ان كلكم مبسوطين، وكلمه مبسوطين اخرها طين بالفوز النهارده، وان احنا بسم الله ما شاء الله احنا باينين في جدول الدوري، احنا المركز العاشر. كل اعوذ برب الفلق علينا، يعني لما تاخد سكرين شوت لجدول الدوري الحمد لله احنا بقينا ظاهرين فيه. انا وبعض الاهلاويه الصالحين نبقى قاعدين مش على بعضينا مستنيين الحكم يصفر، ومستنيين هنموت خلاص عشان يصفر، عشان خايفين يخش فينا جول التعادل. احنا النادي الاهلي بتاع البلاس 90 اللي كنا بنستنى ان الحكام يحسبوا لنا 6 و7 دقايق وقت بدل ضاع عشان نجيب اللي ما كانش بيحللنا اللي جوال غير في البلاس 90، نبقى قاعدين خايفين ان الحكم ما يحتسب 6 دقايق وقت بدل ضاع، خايف يجي فينا جول ونتعادل. يا مصيبتي يا لهوي يا خراب، دي ما بقتش عيشه، ايام ثقال، ايام كرباج يا اهلي. طبعا انا عارفه ان انتم مبسوطين بالفوز، والجول بتاع تريزيجيه جميل واعتذاره اجمل، مش قصد جمهور النادي لا حاجه جميله، لكن ده اداء النادي الاهلي، ده منظر اداء. ده يجي يقول له احنا كنا فين وبين، يعني ايه كنا فين وبين فين؟ احنا كنا بنكسب الدوري بطاهر محمد، ده طاهر محمد طاهر النهارده، والله العظيم ما لاقيه كلام اقوله. ولكن الرجوله فينا، وطوب الرجوله معمول عموله على قد جسمك يا ياسر يا ابراهيم يا رجوله، يا ياسر يا ابراهيم يا رجوله. شايفين الاداء والروح؟ لو اللعيبه كلها بتلعب بنفس روح ياسر ابراهيم هنكون في حته تاني. ولا بن شرقي النهارده حلويات، ولكن قبل الحلويات دولت اكتر اتنين ومروان عطيه برضو. يعني ايه ده؟ ايه الحكام دي يا شباب؟ الكوره ما دخلتش ازاي؟ الكوره يعني انتوا مكفوفين؟ طيب اللي في الفار مكفوفين؟ ما حد يفهمنا، اصل حد يفهمنا، دي ما بقتش عيشه. مش هيبقى الاداء واللعيبه والاصابات الحكام علينا كتير، اللود كتير علينا، لا حرام ارحمونا. ايه قاعدين مكفوفين جوه ولا ايه؟ يا عم اتق الله يا عم، ده ما بيحسبش اي حاجه للاهلي، ما دام للاهلي خلاص احنا مش شايفين. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في الحكام. ويجي يقول لك اصل الاهلي يا شيخ بقى اقعدوا ساكتين بقى، رفتونا ده انا زهقت من ده النهارده الحكم ضايع، واصل لمرحله عاليه من الضياع. يعني مش الكوره بس اللي دخلت، الكوره دخلت، يعني انا سايبه لكم الكوره دخلت بالفعل، ضربه الجزاء، ده ضربات جزاء، لا ده بصوا، ده الحكم عايش، بصوا بيصيف، بيودع اخر ايام الصيفيه هو وغرفه الفار كلها. لكن عاوزه ان اشيد كابتن وليد صلاح الدين عشان حسسني كده كابتن سيد عبد الحفيظ فعلا رجع تاني، قاعد ومش هادي، وقاعد وماسك الحكم وماسك المساعد ومش بصوا هي دي الروح. كابتن سيد عبد الحفيظ فعلا كابتن وليد صلاح الدين النهارده كان عاجبني جدا، بروحه غيران، قاعد حماسه، قاعد بيتكلم على الخط، مش قاعد هادي. اقسم بالله يعني مش عاوزه بس عشان ما نغلطش في حد، كانوا بيناموا بره، انا في مره شفت حد كان بيتاوب بره. الف تحيه لكابتن وليد صلاح الدين اللي حسسنا عوده الروح مره اخرى، وان في حد غيران على النادي الاهلي، حد مش ساكت، حد فيه حماسه بره. طبعا عشان انا كنت بشتم فيه طول عمري لازم ان اشيد لما يعمل حاجه حلوه. اخيرا استفدنا من كريم نتفت في حاجه، ضيع كره ضدنا، يعني اخيرا استفدنا منه بحاجه، ولما نستفيد منه ما يبقاش عندنا بس الحمد لله. يعني لما بيعمل حاجه حلوه احنا بنطلع بنقول حاجه حلوه. عاوزه بقى اقول يعني انهلكوا الفيديو بحاجه مش مؤلمه، لا حاجه غيوره. انا كنت بشيط، كتاب ربنا كنت بشيط. اول ما كابتن ايمن الكاشف كان بيقول عمرو السوليه لاعب سيراميكا كليوباترا، هو يقول كده وانا النار ما اقول يا جماعه في ناس كده انا مش متخيلهم غير هم بتوع الاهلي، وما ينفعش يبقوا لعيبه غير في لعيبه في النادي الاهلي. لماذا يا ولدي تغير المكان؟ ولكن هو ما غيرش المكان، انا اللي غيرناه. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، الحمد لله بقينا في المركز العاشر. بعيد عن الهزار اتقالوا عشان التقيل جاي. لو النهارده احنا كسبنا فبفضل ربنا طبعا، ثم بفضل جمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان النهارده حاله خاصه فعلا على راي كابتن ايمن الكاشف. وانا مش عارفه الفرق ما بين الكولينج بريك والووتر بريك، يعني بس عشان الناس اللي ما يعرفوش الفرق. الكولينج بريك ده اللعيبه بتخش تاخد شاور وتشرب وتقعد وتريح جوه في غرف خلع الملابس، اما الووتر بريك هي الدقيقه ودي والكام ثانيه اللي اللعيبه بتطلع تشرب فيهم على الخط وبعد كده بيرجعوا تاني. بس ما كنتش عارفه ازاي كابتن ايمن الكاشف هكمل حياتي لو مش عارفه الفرق ما بين الاثنين. لكن حضرتك عارف معزتك في قلبي سكر التعليق المصري هو وكابتن مدحت شلبي. مبروك للنادي الاهلي، انا حاسه ان الانطلاقه من مباراه سيراميكا الحمد لله ما تبلطناش، احنا اللي بلطناهم، خدناهم فرز اول.